بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد ووصفة جديدة. يا رب ان شاء الله تعجبكم. هنبدأ كده بسم الله نعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني او كبدة العربية وبطاطس محمرة وسلطة الطحينة. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. هنبدأ كده بسم الله. معايا هنا بطاطس طبعا هنقشرها ونخرطها عشان هنحمرها، ومعايا كبدة ومعايا فلفل رومي، على عندي واحد كده الوان احمر واصفر وواحد حراق لو موجود، لو بتحب الحراق. هنا عشان طبعا الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، انا غسلت الفلفل وقطعته كده عشان انا بفرمه في الكبة على طول، مش ناعم قوي ومش خشن قوي. وخرطت البطاطس وغسلتها وحطيت عليها ميه، ومعايا الكبده ومعايا الثوم وهرست الفلفل البارد الحلو عشان احنا مش بنحب الحراق. ومعايا هنا خل هاخد منهم، محتاج منهم معلقتين. وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش تعملوا اشتراك وتعملوا لايك وتحطي لايك وتفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك ان شاء الله. هنا معانا الطحينه، انا هعمل الطحينه واحطها في التلاجة عبال ما اعمل الكبده. الطحينه دي انا عاملاها في البيت، وان شاء الله لو عايزه الطريقه اعمل لك بيها فيديو تعجبك ان شاء الله وجميله. وهتشوفي معايا النتيجه. انا كان عندي حبه سمسم فعملتهم على طول وحتى في التلاجة بس 5، وقلت اشتغل بيها على طول. هنا حطيت الطحينة وحط عليها معلقتين خل، ومعايا بقى المية دافية او من الحنفية مش هتفرق، بس ما بتكون دافية بتنعم معاك الطحينة على طول. هنا بنزل كده حبة حبة. سلطة الطحينة بتاعت الكبدة او الشندوتشات بتاعت الفطار، الفول والطعمية والحاجات دي بحبها خفيفة. انما طبعا لو هنعمل كفتة او مشويات فراخ، اي مشويات بتبقى تقيلة عشان طبعا بتتغمس بيها الكفتة او الفراخ. فهنا انا حباها خفيفة، او هي المفروض تبقى خفيفة طبعا، واللي يريحك واللي بتحبيه واللي بتعمليه طبعا مفيش اختلاف. هنا بوريكي قوامها كده. بصي حتى يعني مش خفيفة، او اللي هو على المعلقة برضو متماسكة. هديها بقى التوابل بتاعتها. انا مش بحط لها توم فريش عشان بتبقى شديدة، فبحب احط لها توم بودرة وحبة بابريكا وحبة كمون وحبة ملح، وبتبقى جميلة. وطبعا اي نوع انت متعودة عليه تحطيه حطي. بتحط في ناس بتحط حبة شطة، حطي زي ما بتحبي. انا هنا بديكي فكرة، واللي يريحك في البهارات او الملح او دي بتاعتك انت، حرية شخصية. انا هنا حطيت بس الكمون انا حطيته وكنت قافلة الكاميرا. هنا كده انا دقت الملح بتاعها، وطبعا هي فيها زيتها مش محتاجة زيت. وكده انا هحطها في التلاجة تريح اهي، وعبال ما اعمل بقى الكبده. انا هنا جبت الجريلا حطيت فيها حبة زيت. طبعا تشتغلي في طاسة، تشتغلي في جريلا، تشتغلي في اي حاجة، في حلة المتاح عندك واللي بتحبي تعمليه اعمليه. هنا معايا معلقة توم، ده توم متفرز في التلاجة، عليه برضو قرن فلفل بس مش حراق قوي، انا فرماه كده للكبدة او البتنجان المخلل. هنا كده بشغل النار طبعا عالية. انا مش بحب قد التوم لون، هو بس يطلع ريحته، لان طبعا مع كل المكونات هيكمل ايه التشويح بتاعه. مش هينفع اشوحه هو واديله لون جامد وبعد كده ارجع احط بقية الحاجة، ابص بعد كده الاقيه مغمقة او ممرر معايا. هنا انا كنت فارمه طبعا الفلفل عشان مطولش عليكم. ده اخضر رومي على واحد احمر على واحد اصفر. وطبعا زي ما تحبي، معظم الناس ما بتحطش فيها فلفل الوان، بس انا بستخدم فلفل الوان كتير في وصفاتي عشان طبعا فيه فيتامينات، وعشان انا ولادي مش بياكلوا الخضار فبحب ادخل لهم كده الفلفل الالوان في معظم الاكل، عشان طبعا كل ما بتكتري في الالوان كل ما بتاخدي فيتامينات. وطبعا اللي يريحك، في ناس اصلا بتعملها فلفل حراق او هي اصلها فلفل حراق حامي كمية كلها، بس احنا مش بناكل الحراق فما ينفعش اعملها بحراق. هنا دي معلقة هريسة الشطة الباردة، الفلفل الأحمر البارد، برضو بتدي طعم جميل ولون حلو. وجربيها وإن شاء الله يعجبك والفيديو يكون خفيف عليكي وتكوني بتستفادي مني، وإن شاء الله نعمل مع بعض كل جديد. هنا طبعا هنشوح كده الفلفل. هنزل طبعا بعد ما تشوح بشوية بمعلقتين الخل دول اللي بيفرقوا جامد، حطيهم. وهأدي تشويحتين كده وهنزل بالكبدة. طبعا الكبدة ما بتاخدش وقت على النار عشان ما تشدش وتبقى معاكي زي الاستيك وتجلد، او تاخد منك لون وتغمق وتلاقيها سودا كده مش حلوة، وما تيجي تاكليها تلاقيها كده زي الكاوتش كأنك بتاكلي كاوتش. الكبدة انا هنا كنت محمرة البطاطس ومطلعاها، والسلطة معمولة في التلاجة، على طول بقلب الكبدة بالفلفل وبنقدم الاكل على طول. تتاكل سخنة وما بتاخدش وقت على النار. كل ما تقعديها على النار، سواء الكبدة البلدي، الكبدة المستوردة، الكبدة الامريكي، البرازيلي، اي نوع كبدة ما ينفعش تحط على النار.
كبدة الجملي، كل ما بتزودي عليها النار المفروض ان يبقى لونها بينك، لونها وردي، زودتي عليها النار خلاص فيتاميناتها راحت، وفي نفس الوقت بقت كاوتشي معاكي مش كبدة. طبعا مفيش اختلاف ان الكبدة ما بتتغسلش، ده دم. كبدة بلدي، اي نوع كبدة المفروض ان هي ما بيجيش عليها مية لان هو دم. طبعا دي حرية شخصية، واللي متعودة عليه واللي بيريحك. ناس بتغسلها وناس بتحط عليها خل وناس بتحط عليها ليمون. اللي انت متعودة عليه واللي انت مرتاحة فيه وبتحبيه اعمليه. انا بديكي طريقة ممكن يعني تاخدي من خلفية منها، واللي يريحك طبعا ايه اعمليه. نزلت هنا بالملح، رشة فلفل اسود، رشة كمون، رشة 7 بهارات خفيفة كده، وبرضو البهار اللي تحبيه تحطيه. حابة تحطي شطة بودر حطي، اللي يريحك، بس هو اساسي فيها ملح فلفل اسود وكمون. انا بديها ذره بس من ال7 بهارات، بيبقى فيها قرفه، بيبقى فيها جنزبيل، فيها الحاجات اللي بتعمل ريحه حلوه وطعم جميل وفي نفس الوقت مفيده. هقلب كده، انا ما بقلبهاش كتير عشان ما تشدش كده ايه. خلاص يعني هي المفروض ان هي فاضل لها حاجات بسيطه. وان شاء الله لو حابين نعمل مع بعض الكبده البانيه بالرده، جميله قوي، بعملها بتبقى حلوه. وقولوا لي ان شاء الله واكتبوا لي في الكومنتات ونعملها مع بعض باذن الله. طبعا تقدري تقدميها مع مع بطاطس، مع مكرونه محمره، مكرونه بصلصه، اللي تحبي تقدميه معاها. انا بديكي خلفيه وبديكي فكره غدا، وان شاء الله يعجبك ويكون سهل وبسيط عليكي وتكوني بتستفادي مني ان شاء الله. هنا كده انا حمرت البطاطس وحطيت مخلل اللفت، طبعا لا غنى عنه طول الشتاء. وعملت سلطه طحينه وحطيتها كده، دي مش شطه دي بابريكا. طبعا في ناس بتحط لها حبه شطه على الوش برضو، ده اختياري براحتك. هنا بقى انا مش بنجيب فينو عشان دي غدا، مش بنعملها في فينو، انا بعملها في سندوتشات في العيش. طبعا لو حابه زهقانه من الفطار وحابه تعملها في الفطار قدميها في فينو، او في العشاء بالليل قدميها في فينو، انما في الغدا طبعا مش هينفع فينو. هنا هوريكي طريقه برضو لو حابه تعمليها سندوتشات، ان شاء الله هتعجبك. وخدي فكره ونفذي بكره. غدا سهل وبسيط طبعا، كل الكبير والصغير بيحبه، حاجه كده نظيفه انت عاملاها بايدك في البيت. طبعا الكبده الاسكندراني ليها كذا طريقه، بس انا دي طريقتي فيها وبتبقى جميلة وريحتها حلوة، وان شاء الله تنفذيها وتعجبك. هنا برضو دي طريقة تقديم. هنا بنحط بطاطس، لو حابة كده الشندوتش يبقى جاهز، وعليه الكبدة وعليه سلطة الطحينة، وان شاء الله تعجب اولادك وتعجبك. وطبعا انا برضو بعمل الكبدة الاسكندراني ديت، وبعملها طاجن مكرونة زي المحلات. بعملها طاجن مكرونة، او بعمل مكرونة اسباجيتا او مكرونة قلم، وبحطها على الوش كده مع الصلصة. لو مش حباها طاجن بتبقى خفيفة وبتبقى جميلة. وان شاء الله نعمل مع بعض وصفات كتير، واللي حابب طريقة اي وصفة يكتبلي في الكومنتات. وان شاء الله الفيديو يعجبك ومتنسيش اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.